مبروك للنادي الاهلي طبعا. هو النادي الاهلي هو اللي بيحطنا في الاماكن الحلوه دي طبعا. وبشكر طبعا اللعيبه ومساعده زمايلي طبعا، انا موجود هنا بشكرهم طبعا من خلالك. وبقول ان شاء الله يعني الجائزه دي بهديها لوالدي الله يرحمه، والدتي ولاخواتي ولمراتي طبعا. اكيد طبعا انت في فريق كبير طبعا زي النادي الاهلي، محتاج انك دايما بتلعب على بطولات، ودايما بتلعب تحت ضغط، ودايما في جمهور وراك كبير ما بيحبش الخساره ابدا، ودايما عايزك تبقى فوق وعايزك تبقى كسبان. فاكيد طبعا بيبقى حاجه مسؤوليه كبيره، بس الحمد لله لعيبه الاهلي بتبقى قد المسؤوليه. وطبعا وانا قلت لك الجائزه دي بمساعده زمايلي ومساعده فرقتي وانك موجود في النادي الاهلي، دي لوحدها جايزه، دي حاجه كبيره طبعا. اكيد طبعا ماتش العين كان ماتش كبير، وماتش كان ماتش صعب، بس قدرنا الحمد لله نعدي الماتش ونكسب بنتيجه كبيره، وفرحنا الجمهور، وكان الجمهور حاجه مشرفه طبعا. بس اكيد طبعا هنفكر في اللي جاي عشان نقابل طبعا ريال مدريد في الفاينل باذن الله. ما فيش حاجه صعبه في الكوره، واديك شفت الماتش الاولاني في كاس العالم للانديه، كنا قريبين جدا وكنا كويسين جدا في الماتش. فما فيش حاجه في الكوره مستحيله طبعا. اللي يوصل للي هو فيه، واللي ينجح واللي عنده اصرار يوصل لاي حاجه هو يتمناها.